السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اسمحوا لي غبرت عليكم واحد الغبرة اللي خايبة، تعطلت بزاف باش على هاد المرة باش نجيب لكم قصة اللي تستافدوا منها. كنتمنى انكم تكونوا ما نسيتونيش ولا جات على خاطركم اي وحدة يعني تصنت لهاد القصة تبارطاجيها مع ناس اخرين. عاونوني ان شاء الله باش القناة يعني تعاود طلع واحد شوية، لحقاش ملي يعني كنغيبوا راه الناس كيبداو صافي ما كيبقاوش يوصلون بعض المرات الاشعارات والمشاهده كتكون يعني قليله بزاف. كنتمنى انكم تشجعوني باش نرجع ان شاء الله بقوه ونحط لكم قصص زوينين كيف ما عودتكم دائما. مهم ما نطولش عليكم البنات ونبداو القصه على بركه الله. قصه ديال واحد البنت دارت يعني شي اغلاط اللي خطيره، اغلاط اللي خايبه 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 بزاف. يا ربي ان شاء الله يغفر لها ويسمح لها. وكيف ما قلت لكم القصه راه للعبره، كنتمنى انكم تستافدوا منها وتعاونوها، لحقاش يعني باغا تاخذ منكم الراي ديالكم شنو خاصها دير. المهم نبداو القصه ديال سناء. بسم الله. السلام عليكم، انا سميتي سناء، جيت نشارك معكم القصه ديالي. بغيتكم البنات حتى شي وحده ما تعايرني، حتى شي وحده ما تخلي لي شي تعليق اللي خايب. الله يرحم لكم الوالدين، عذروني. كنتمنى ان ربي يسمح ليا. كنتمنى انكم تدعيو معايا من قلبكم باش ربي يغفر ليا وتعطيوني يعني رايكم وتقولوا لي شنو خاصني ندير. انا كيف قلت لكم سناء كبرت في واحد الاسره اللي كان الاب ديالها كان صحيح بزاف. واحد الاب ربما هو السبب ديالي اللي خلاني انني يعني ندير هاد الاغلاط كامله في حياتي. كنت عايشه انا الوحيده في دارنا اللي بنت، عندي 3 ديال خوتي تا هما خرجوا فحال بابا، حتى هما كانوا صعاب. واحد اللي كان شويه، اللي كان بعض المرات يعني كنحس به انه حنين فيا. ماما كان ما عندها لا حول ولا قوه، يعني ما تقدرش نهائيا تهدر قدام بابا ولا تعطي الراي ديالها ولا تقول لي هذاك الراجل شنو كدير، ولا تدافع عليا ولا تدافع على شي واحد في خوتي. كنا عايشين واحد العيشه اللي صعيبه، لا من ناحيه العاطفه ما كانش، لا من ناحيه الماده، يعني تكرفيص بمعنى الكلمه. دوك الاسر يعني المغربيه اللي مساكن عايشين حياه خايبه، حنا وحده منهم. المهم طلعت الاعدادي، تما بديت كنتبدل. تما وليت كنشوف شي حوايج اخرين، كنشوف البنات كيفاش كيلبسوا، كنشوف البنات كيفاش يعني كيديروا، كنبغي ندير في حالهم. وليت باغيه حتى انا نطير، وليت باغا نخرج من جنابي. ما بقيتش نهائيا قاداني الارض. حتى انا وليت فريفره، وليت باغيه نتصاحب، وليت باغا نخرج، وليت باغا ندور، وليت باغا حتى انا ندير المكياج. وليت كنتسلف اللبس من عند بنات الدرب وبنات الجيران باش حتى انا ينبان. كنت بعض المرات كنخرج يعني من دارنا بحاجه وكنولي على برا في حاجه اخرى. واحد النهار ما عليا ما بيا، واحد البنت كتقرا معانا، حنا داك الساعه كنا في التاسعة. كانت كطير، يعني هذيك هي راس الحربه. قالت لينا اجي نديرو شي خريجه، كنعرف واحد الولد لاباس عليه يعني، وغادي نتلاقاو معاه وغادي ندوز واحد النهار زوين، وراه غادي يعني يتهلا فينا وغيجيب معاه واحد صحابو حتى هما يبوكوا العاقه. صافي انا الصراحه كنت خايفه، ولكن واخا هكاك كنت باغيه يعني نجرب هاد المغامره. كانت هذيك اول مره يعني غادي نحاول انني ندير فيها شي حاجه اللي شويه صعيبه، وانني نركب في شي طوموبيل ونمشيو بعيد. داكشي اللي درنا. صافي هاد البنت هادي صاحبتي ليلى دبرت لينا على شي لبسات واعرين. صافي تخشينا في واحد الدرب مسدود. كان داك الدرب كيكون خاوي، يعني ما كيكونش فيه الناس بزاف، كان فيه واحد المعمل. صافي ملي كيدخلوا يعني الخدامه وداك الشيء كيسدوه، ما يعني ما فيش الناس، ما فيش الحظيه بزاف. لبسنا تمايا، تقادينا، درنا شويه ديال الماكياج، تمينا غاديين. دارت معاه فين غادي داك الساعه باش غادي يجي هزنا. طلعنا كاملين حنايا داك الساعه كنا 4 ديال البنات، هي ركبت القدام وحنا 3 اللور. صافي قال لنا فين بغيتو تمشيو. انا الصراحه ما كنعرف حتى شي بلاصه يعني اللي غنمشيو، انا بقيت غير ساكته. صافي ليلى هي اللي كتهضر معاه وكل شيء.
قال لها المهم الدراري راه كيتسناو فينا، فيما يعني بغيتو نمشيو. صافي شنو قرروا في الاخر؟ قالك نمشيو حدا البحر، تما الدنيا خاويه، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يبرزطنا، نجلسوا في شي بلايصه تما حدا البحر شي قهيوه. قالت ليه ليلى صافي يلا. مشينا داك الساعه غاديين، ما علينا ما بينا، غاديين داك الساعه في الطريق، انا فيا الموت ديال الخلعه، ولكن واخا هكاك يعني كنت متحمسه وكنت باغيه نشوف دوك الولاد، يعني اللي قالت عليهم غادي يجيو وغادي نتلاقاو وغادي ندوزو عشيه زوينه. فعلا داكشي اللي طرا. مشينا داك الساعه، هبطنا، جاو واحد 5 ديال الدراري تمو جايين عنده، بداو كيسلموا علينا، سلام سلام لاباس هذا. صافي تمينا غادين كل واحد حتى على وحده، وجالسين هكاك يعني كيشوفوا فينا كنهضروا. انا جا عندي واحد الولد صراحه ماشي كان شي زين ولا شي حاجه، ولكن لباس يعني باينه فيه لاباس عليهم، كان لابس شي حوايج باينين فيهم غاليين، الصبر ديالها كي دايره، يعني داك الشيء اللي لابس باينه شي واحد ولد شي ناس يعني اللي مرفحين. صافي مشينا فحال هكاك، دوزنا ديك العشيه الصراحه داز زوينه. داك الولد قال لي يعطيني نمره التليفون ديالك، بديت كنضحك. قال لي علاش كتضحكي؟ قلت ليه ما عنديش تليفون انايا. قال لي ويلي، قال لي في هاد السن هذا وما عندكش تليفون؟ قلت ليه هادشي اللي كاين، قلت ليه با وخوتي ما يمكنش يديروا ليا شي تليفون لحقاش ما عندي ما ندير به. اللي بغى يعيط ليا يعني راه كيعيط عند ماما، ولا كيعيط عند شي واحد زعما فلا كان في العائله، كيعيط عند خويا الكبير ولا عند بابا. يعني ما عندي انا ما ندير بالتليفون، وما تيبغيوش والديا شويه قاصحين. قال لي صافي ماشي مشكل. قال لي انا المره الجايه ان شاء الله غنتلاقاو وغنجيب لك شي واحد. قلت لي لا لا لا, لا ما تجيبش ليا. قال لي علاش؟ قلت لي لا ما نقدرش، كيفاش غندير انا التليفون يعني، وكيفاش فين غنديرو وغيبدا يصوني. قال لي وانت كاع مكلخه لهاد الدرجه؟ قال لي ديري سيلونسيو خبيه. قال لي كيف كيديروا كاع البنات. المهم بقات تهضر. صافي كل واحد مشى يعني في حاله. الصراحه دخلت للدار وانا فرحانه، يعني كنحس براسي انني درت واحد الانجاز اللي عظيم، يعني شي حاجه اللي واو درتها، شي حاجه اللي مختلفه، وشي حاجه اللي خلاتني انني فرحانه لواحد الدرجه كبيره. صافي عجبني الحال. من تما وليت كل مره كنهضر مع ليلى كنقول لها واش ما نخرجوش. صافي كتقول لي بلاتي كل مره كتجيب لنا دراري في شكل. وهذاك الولد نيت فعلا كنا عاود تلاقينا معاه، وكان يعني جاب لي واحد التليفون ووليت مخبيه. واحد المره هو يلقاه خويا قتلني بالعصا. تنقول ليه راه ماشي ديالي، راه ديال صاحبتي. تيقول لي علاش تخلي عندك مهم داك التليفون؟ دق فوق من راسي، كليت واحد القتله ديال العصا يعني عليه. صافي وكان صافي يعني مشى، حيدوه ليا. المهم انا داك الساعه وليت باغا نطير. صافي باينه يعني باينه العمى في الظلمه انني واحد البنت اللي فريفره. ماما ولات كتموت بالخلعه، عيات ما تهضر معايا. هذيك البنت راه غادي يقتلوك، هذيك البنت واش ما غتدخليش سوق راسك، راه غادي ديري لنا فضيحه، راه غادي تشوهي بينا، راه خوتك شي نهار شي واحد يفوت فيك شي دقه. المهم وانايا والو، انا يعني صافي كرهت ديك الحياه وباغا نقلب على شي واحد اللي يكون يعني عنده الفلوس، خصني نلصق فيه باش نبعد على ديك العيشه اللي ما بقيتش حاملها. واحد المره كنت خارجه تاني مع البنات، كل وحده يعني غاده مع واحد، غادي ما كنعقلش على راسي، ما حسيتش براسي حتى تلاحيت في الارض. جاي واحد في خوتي دايز في طاكسي، هو يقشعني، ما عرفتش واش قالها ليه شي واحد ولا بيعت بيا شي وحده من البنات اللي كنعرفهم اللي كانوا يعني مسمومات، كانوا شي وحدين ما كيحملوناش حنا ديك الكليكه. هادشي اللي قلت باينه شي وحده واقيلا اللي بيعت بيا وتبعني. المهم صافي تلاحيت في تغيب، تخواو عليا الماء، جرني من شعري، طلعني في الطاكسي، داوني للدار، قتلوني عصا. صافي تما قال لك غتجلسي من القرايه، ما عندك ما ديري بها. انا داك الساعه ما كنتش شي وحده قرايه، ولكن كنت كنجيب معدلات يعني زوينين، كنجيب 13، نجيب هكايا 14. كان عندي واحد يعني واحد النيفو زوين في القرايه، والصراحه كنت باغا نكمل، ماشي ما باغاش نقرا. صافي جلسوني في الدار. صافي تما هذيك هي الفضيحه، وليت مقابله غير الشقا.
يعني وليت بحال شي خدامه هكاك، صافي خصها غير تنوض غير تشقى تاكل وتنعس. تما صافي تعقدت، ما بقيتش قادره على ديك العيشه. كل مره كنفكر تنقول غادي نهرب، كل مره غادي نهرب ليهم، غادي نهرب وما كنلقى كيفاش ندير. يعني ماما راه جالسه معايا في الدار، الا خرجت كتسد عليا بالساروت موصيها يعني بابا باش نهائيا ما تخلينيش نخرج بوحدي، وتيقول لها الا بغيتي تخرجي سدي عليها ما تخليهاش باش ما تخرجش من موراك الحمام، لا بغيت نمشي ليه خاص ماما هي اللي ديني ليه. صافي وليت عايشه عيشه ديال الكلاب حاشاكم. يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي زوينه في ديك الحياه اللي انا عايشاها. واحد النهار مشينا معروضين لواحد الاسبوع، مشيت مع ماما داتني قالت لي يلا معايا يعني نبدل الجو شويه. تما فين غتشوفني واحد السيده يعني كتعرف ماما، كانت شحال هادي ما شافتني مع انا يعني تبارك الله كنت زوينه ماشي شي وحده اللي خايبه. شافتني سولت عليا، مهم تاكدت بانني راه بنتها نيت حيت كنت جالسه حداها، يعني غير بغات تاكد. صافي من موراها بواحد يومين جات عند ماما. طلبت الماما ان يعني واش يعني نتزوج بخوها. خوها كان واحد السيد اللي كبير عليا في السن بزاف، يعني كان كبر مني ب 12 عام، كان مسافر لمدينه اخرى كان خدام فيها ورجع وبغى يتزوج. صافي وكتقلب لي على شي بنت يعني الناس، وسولت عليا قالوا لها راه جالسه غير في الدار راه ما كتخرج. المهم شي وحده اللي زينت لي القضيه مزيان، زعما عارفين يعني كاينين شي ناس مساكن اللي كيكونوا طيبين ما كيبغيوش يخسروا الصوره ديال البنت، كيقولك ما نضيعوش لها زهرها. المهم عاودوا لها عليا انني حادقه بنت الدار درويشه بنت ناس الله يعمر لهم الدار. وفعلا يعني الاب ديالي راه كان واحد الانسان كلشي تيشكرو كلشي كيحترمو، ماما حتى هي يعني داخله سوق راسها. صافي ماما بغات، ماما قالت الله الحمد لله بنتي غادي نتهنى من الصداعات ونتهنى من المشاكل وتمشي يعني تستر راسها وتمشي دير الدويره ديالها. فرحات واحد الفرحه ما قدها فرحه. جا بابا قالتها ليه، بابا تا هو عجبو الحال، صافي قالوا نزوجوها نتهناو منها. ما عرفوش ان يعني لاحوني لواحد واحد الحياه اللي الله يهدي اي بنت اللي كتكون مسكينه هكاك عايشه ديك المشاكل. انا الصراحه ماشي لخاطري وداكشي اللي عشتو كان صعيب بزاف، وما كانش خاصني نتزوج داك الساعه لحقاش باقا صغيره وباقا بزاف الحوايج يعني ما كنتش عارفه ليهم. المهم ما علينا، غادي نتزوج، غيديروا لي واحد النهير خفيف ظريف، غيديوني داك الساعه لواحد الدار فيها 3 ديال لي زيطاج. الصراحه الناس كان عندهم يعني ناس اللي ميسورين، ماشي شي وحدين اللي فقراء ولا على قد حالهم، عايشين يعني حياتهم زوينه، عندهم مشاريع ديالهم. المهم انا داك السيد اللي تزوجت به قلت لكم كان كبير عليا، وكان عنده خو صغر منه باقي ما مزوج، مفاوته انا وياه بعام واحد، يعني تا هو باقي صغير. انا فاش داك الساعه مشيت انا شفتو نهار العرس، يعني كان كيبان زوين صراحه. ترى الانتباه ديالي عجبني بزاف، وكنت كنتخيل راسي وانا جالسه مع خو يعني في حداه، وداكشي كنتخيل وتنقول الله يا ربي يكون كان غير هو اللي كان راجلي. وكنبقى نشوف يعني كنشوف راجلي كبير عليا وبداك المسطاش وديك الكريشه. صراحة يعني ما عجبنيش نهائيا، حتى شي حاجة ما كانت مفرحاني فيه. كيجيني لا علاقة انا وياه، انا باقا صغيرة وزوينة وكنت كنتمنى يعني شي واحد اللي في شكل، حتى كيجيني واحد اخر واخا عنده الفلوس، ولكن انا كنتمنى شي واحد يكون زوين في الوجه ديالو ونفرح به وانا خارجه معاه ونقول هذاك راه راجلي ونتباهى به. المهم تار انتباهي الاخ ديالو وفاش يعني عرفت اننا غنعيشوا في دار وحده، كانت واحد الفرحه كبيره. وكنت كنقول على الاقل بعدا غنكون حداه وغادي نشوفه وغادي يعني ما كنتش كنعرف شحال من حاجه، ويا ربي تسمح ليا. كنت في شكل واخا يعني الوالد ديالي كان واحد الانسان اللي معقول وكل شيء، ولكن بزاف د الحوايج ما رباوناش عليهم وما علموناش بزاف ديال الحوايج منهم، يعني ان نكبروا في طاعه الله، نصلي ونعرفوا شي حوايج اللي حرام. كنا عايشين بحال البهايم حاشاكم وصافي. يعني با كان صعيب
صعيب في شي حوايج، ولكن شي حوايج اللي مهمين ما رباناش عليهم. حتى خوتي حتى هما كانوا خوتي كيشربوا، كان يعني ما عندهم كسار، يعني عايشين وصافي، ما حتى شي واحد فينا ما كيخاف الله. يعني ديك الطاعة اللي خصنا نطيعوا الله بها كيف ما يعني وصانا وكل شيء، ما كانش داك الشيء. حتى انا هكا كبرت، يعني كيف الحلال كيف الحرام، عندي كل شيء عادي، كل شيء يعني ممكن انني نقدر انني نديرو شي نهار. صافي عجبني يعني لوسي، يعني ما نكذبش صراحه. واحد الزين فيه، واحد يعني غير شفتو انايا صافي دار فيا شي حاجه، مهم حسيت بشي حاجه من جهته. صافي مشيت داك الساعه عشت معاهم. هو عايش في البيت في السطح تمايا، وحنايا عايشين يعني لتحت عدوسي في البروميير ايطاج. وكيكون يعني كيكون عندهم ملي كيبغي ينعس كيطلع الفوق، ولا لا كان يعني بغى يبقى بوحدو. وحنايا في الدوزيام ايطاج. وكانوا الويسات يعني كيجي، وكان واحد لوسي تا هو كيجي مع مرتو. يعني الدار بروميير ايطاج ديما عامره، انا كنوض كتقول لي عدوستي هبطي ما تبقايش بوحدك. صافي وكنبقاو هكا على الضحك، كنكونوا مجموعين عادي، يعني عند بالهم هما يراه فحال خويا. ولكن انا يعني كنت كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. ومن بعد وليت كنحس حتى هو يعني كيدير فيا واحد النظرات في شكل، كيحاول انه يتقرب مني بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه، يعني حسيت بها. حتى لواحد النهار طالعه للسطح باغا نشر الحوايج، كان داك الساعه الشميشه. طالعه انا كنصحابو، يعني ما كاينش، كنصحابو خرج شي شويه حتى يعني كيخرج كيجي حدايا فحال هكا، كيشدني من حدا كرشي. كندور هكا نلقاه هوايا، هو يبدا يضحك. قال لي مالي خلعتك؟ قلت ليه لا لا غير ما نصحابكش، واش كاين؟ صافي تما حسيت يعني فحال بغى يتجرأ، بغى يدير ليا شي حاجه. انا الصراحه في الاول كنت شويه يعني باقا ما داصراش عليه داك الساعه. صافي كل مره وليت انا داك الساعه بحال بالعاني كنديرها، يعني ما نكذبش عليكم عجبني الحال. وليت بالعاني كل مره كنطلع للسطح، يعني في الصباح كيكون داك الساعه باقي الحال، باش كنقول يعني راه غيكون باقي. حتى لواحد النهار فعلا، واحد النهار جا عندي فحال هكايا، وبقينا كنضحكوا، بقى تيهضر معايا، بقينا نضحكوا شي شويه. صافي بداو كيطراو شي حوايج في شكل. انا في الاول فحال جاتني الخلعه، فحال قال لي ما تخافيش، قال لي ما كاين حتى شي واحد اللي غيطلع هنايا، راك عارفه امي كضر رجليها، الوالد ما كاينش، خويا ما كاينش. قال لي خدي راحتك، قال لي اجي معايا. جرني فحال هكايا من يديا، دخلني في هذاك البيت اللي ساكن فيه. صافي بداو كيطراو شي حوايج في شكل. في الاول انا يعني بغيت ندفعو، من بعد صافي ما قدرتش. مهم انا الصراحه ما نكذبش عليكم، يعني من الاول وكنحس به انه عاجبني. دونك صافي كنت ضعيفه قدامه. ويعني صافي طراو شي حوايج اللي خايبين بزاف، اللي يعني ما كانش خاصهم نهائيا يطراو. هبطت انا كنجري، كنت مرتبكه، ما يعني داك النهار دوزتو خايب بزاف. راجلي جا ما قدرتش نهائيا انني نشوف في وجهه، ولا انني نتعامل معاه واحد المعامله اللي عاديه. بقيت متكيه ناعسه، كيقول لي مالكي؟ قلت لي راني عيانه شويه. يعني ما عنديش الجهد، ما عنديش الخاطر، ما قدرتش، ما عرفت مالي. كان داك الساعه من موراها الحمد لله ان من موراها كان جاوني لي غاغل. يعني كانت واحد الحاجه اللي زوينه، ان يعني نفس النهار اللي طرا فيه داكشي، يعني في الليله ديالو كان جاني لي غاغل. يعني الحمد لله كنقول ان ما كانش غادي يطرا واحد الحمل، ربما يعني كانت في ايامات الاباضه وكانوا غيطراو شي حوايج اللي خايبين بزاف. المهم كانت هذيك هي المره الاولى. من بعد وليت كنحاول انني نتهرب منه، هو لا بالعكس كيحاول انه يتقرب مني. انا واخا يعني كان عاجبني وكل شيء، ولكن كنت كنقول راه حرام، راه يعني راه خو راجلي. وبعد المرات كنقول وانا مالي، يعني انا ما كيعجبنيش راجلي، انا علاش غادي يعني نبقى حابسه راسي على شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي عجباني، وحتى هو يعني مبادلني نفس الشعور. مهم تكررت ديك القضيه 3 المرات.
راجلي مسكين كان ظريف لواحد الدرجة اللي كبيرة بزاف وما تيخليني ناقصاني حتى شي حاجة. ومسكين غير كيجي من الخدمة كيجي يبقى يسول فيا واش خاصك شي حاجة قبل ما يعني يجي كيعيط بعدا واش خاصك شي حاجة نجيبها لك. المهم واحد الانسان اللي طيب بزاف لواحد الدرجة اللي يعني قليل ان تلقاو شي واحد يعني بهذا الطيبوبة ديالو. واحد الانسان اللي قلبه كبير مع كل شيء يعني لا مو لا خوتو لا انايا لا والديا، لدرجه ان كنا نبغيو نمشيو عند ماما يعني ما كيخلي ما يدي وكيدور معاها ملي كنكونوا جايين. المهم يا ربي تسمح لي انني درت شي حوايج خايبين في حقه. المهم تكررت القضيه 3 ديال المرات، وانا داك الساعه كل مره كنت كندم يعني من مورا داكشي كان كيجيني واحد الندم. كنبدا نشوف تنقول علاش كندير هذا الشيء. هو خو والو ما كيتسوقش، خو كان واحد الانسان خبيث، واحد الانسان اللي مسموم، وكان كيغير من راجلي بزاف. علاش؟ لحقاش راجلي كان يعني شاد شي حوايج ديالهم خدام يعني فيهم اكثر منه هو كان صغر منه، وكانت كتجيه الغيره زعما علاش هو اللي كيتحكم في شي حوايج، علاش هو الاخر لا، علاش هو يعطيوه يعني ديك المجازه الكبيره هو اللي يعني مسيرها. انا ما كنتش عارفه في الاول يعني هادشي ما كنتش راده ليه البال. وداكشي علاش يعني كان بحال باغي ينتقم من خوه فيا انا. داكشي علاش يعني بدا كيدير بحال هكاك. المهم انا بقيت حتى واحد النهار كنت خارجه انا وراجلي راجعين، كانت يعني الشتا صابه واحد شويه. كانت واحد الطوموبيل ما فهمتش كيفاش طرا بحال زلقت ولا ما شنو، جات خرجت فينا، خرجنا في واحد الشجره. صافي راجلي غادي يتوعد في كتفو، وانا ضربت مع راسي واحد الضربه اللي خايبه حتى كنت فقدت الوعي. تما من موراها صافي فحال يعني كنت وليت خايفه. كيجيوني بزاف ديال الاحلام وكنت بزاف يعني كنقول كون مت يعني وغادي نمشي فحال هكاك. بزاف د الحوايج يعني كانوا كيدوروا ليا في بالي، بالاخص ملي كنت كنهبط يعني عند عدوسي واحد الانسانه طيبه فحال راجلي. كانت كدير يعني هكايا شي شيوخ كيبقاو يقولوا هكايا كي ديال الفقه، كيبقاو يقولوا بزاف ديال الحوايج اللي حرام اللي حلال. كان داكشي بحال بدا يعني بديت كنوعى واحد شويه، ماشي بحال يعني قبل وليت كنفكر انني خاصني يعني ندير الحجاب، خاصني الصلاه ديالي ما بقاش نقطعها. صافي تما فاش درت هذيك الكسيده صافي بديت كنشوف ان داكشي اللي كندير راه ماشي هو هذاك. وليت ما بقيتش كنبغي نطلع للسطح، وليت كنخاف يعني انني نطلع وثاني نتلاقى به. المهم فاش كنت داك الساعه كنبغي نخمل ولا شي حاجه بالعاني كنجيب شي مرا يعني باش هي اللي تطلع تكلف بالنشير بكل شيء. ما بقيتش كنبغي نطلع انايا يعني باش ما نتلاقاش معاه. وحتى فاش كنكونوا يعني مع مو ولا شي حاجه كنتفادى نهائيا نبقى انا وياه بوحدنا في الصالون ولا في الكوزينه، غير كيدخل يتبعني ولا شي حاجه كنخرج. المهم والحمد لله ان يعني دوك 3 المرات اللي طراو ما كانش فيهم حتى شي حاجه. يعني انا كنقول الحمد لله اللي ما حملتش معاه. ولكن المشكل هو انني يعني معذبه، ما نكذبش عليكم، كنعيش واحد العذاب اللي خايب بزاف، ما نتمنى لتا شي وحده. كنشوف راسي انني كيفاش عايشه مع واحد الانسان اللي يعني ظريف، واحد الانسان اللي زوين بزاف، كيتعامل معايا مزيان وكيتعامل مع خوه مزيان، وخوه يعني غدروا. واخا انا راه كنت يعني معاه في هذه القضيه هذه، ولكن ما كنتش واعيه وما كنتش عارفه، وبزاف ديال الحوايج ما كانوش يعني في داخلي ليا انا. داكشي في الاول كان كيجيني عادي يعني ما كنتش كنقول راه يعني حرام واحد الدرجه اللي كبيره، يعني زنا المحارم راه شي حاجه اللي خايبه بزاف. وحتى وليت كنبقى مع دوستي ولينا كنمشيو المسجد مره عاد وليت كنعرف هذا الشيء، ما عرفش شنو غادي ندير. داكشي علاش جيت باش نشارك معكم القصه ديالي، بغيتكم تفيدوني يعني شنو في نظركم، شنو خاصني ندير، واش نطلق منه
واش خاصني نقولها لراجلي؟ ما قدرتش، يعني الا قلتها لراجلي غادي تنوض شي حاجه اللي خايبه، يقدر انه يقتلو ولا شي حاجه، ما عرفتش. راجلي ظريف وي، ولكن يعني ملي كيكعر يقدر انه يدير شي حاجه خايبه. ما عرفتش صراحه، ما نكذبش عليكم. وبالاخص انني دابا راه يعني تعطلت عليا لي غاكل بشهرين، باقا ما متاكداش انني حامله. وداكشي علاش يعني كنشوف كنقول شنو خاصني ندير دابا. هاد الطفل ولا هاد الطفله، هاد الجنين اللي في يعني في كرشي مع واحد الانسان اللي زوين بزاف، وانا غدرته، وانا ما عرفتش كنقول نطيحو ونطلق ونمشي نخليه، يعني نخليه هو وخوه يعيشوا حياة نبعد منهم. انا ما نبقاش، يعني مبقاش في هذا الشيء. كنخاف ان خوه يعني غيبقى يبرزطني، ولا طرا شي حاجه ثاني مره اخرى. ما بقيتش عارفه شنو خصني ندير. داكشي علاش جيت باش نشارك معكم قصتي، وبغيتكم انكم تعطيوني الراي ديالكم وتقولوا لي شنو خصني ندير. واخا نقول راجلي اننا نتحولوا نديروا دارنا بوحدنا، ما نظنش انه يبغي، لحقاش ما كاينش علاش، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي تخلينا اننا نمشيو. عندنا لابارتمون ديالنا يعني بوحدنا، الام ديالو ظريفه، شيخي الله يعمر ليه الدار، ما كاين حتى شي حاجه اللي يعني اللي مخسره ليا حياتي معاهم الا خوه. هو ما يعني ما عارفش ان خوه كيدير هادشي اللي كاين. كنشكركم على الاستماع، وكنتمنىكم انكم تفيدوني، وشكرا لكم. ويا ربي تسمح لي، طلبوا ان الله يغفر لي ويسمح لي. ويعني ندمت بزاف. كانت هذه القصة ديال سناء. كنتمنى فعلا انكم تفيدوها، وكنتمنى ان ربي يغفر لها هادشي اللي دارت. وبعض المرات يعني الوالدين كيكون عندهم واحد الدور في يعني في الاغلاط ديال ولادهم، ما كيوريوهمش، ما كيوعيوهمش، كيكونوا كيربيوهم وكيقولوا انهم يعني راه كيربيو فيهم، ولكن بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. كيكونوا قاصحين معاهم، كيكونوا يعني على شي حوايج اللي تافهه، وكيخليو الحوايج اللي صحيحه اللي خاص فعلا وليداتنا يعرفوهم ويبعدوا منهم ويوريهم الحرام من الحلال. كنتمنى لكم البنات كل خير، وكنشكركم على الاستماع، ونتلاقاو ان شاء الله في قصة جديدة. خليت لكم الراحة.